ما اعرفش المسار ده ماشي لأين. انا اتمنى من الدول العربية ان تقفل النت من الساعة 6 مساء الى الساعة 8 صباحا، عشان نستقيم في الحياة ليس مستقيمة في الوطن العربي. نستخدم. الشيخة فاطمة العبسي عضو القبائل العربية بالمملكة العربية السعودية وعميدة الثقافة العربية هنعطي حلول في البرنامج النهاردة، حلول جذرية لبناء الأسرة بعد التعفن الفكري اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وازاي نحافظ على أبنائنا. مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة هنناقش فيها قضايا تهم الأسرة وتهم المجتمع العربي بشكل عام. معانا حد جاي من السعودية جميل جدا، بيعشق تراب مصر وبيحب مصر جدا. معانا الشيخة فاطمة العبسي عضو بالقبائل العربية وعميدة الثقافة العربية. أهلا وسهلا بيك يا شيخ. أهلا وسهلا بيك وأهلا بأهل مصر الكرام. ومعانا كمان هنرحب بيها رئيسة ملتقى مصر فيها الخير وسفيرة الفن والسلام بين الشعوب، الفنانة الكبيرة أسرار الجمال. اهلا بك يا محمود. طبعا انا سعيده جدا النهارده ان احنا في لقاء ممتع مع الشيخه فاطمه العبسي، عاشقه من السعوديه وعاشقه لمصر، وكمان فضلت انها تقيم فيها حقيقي، فانا سعيده وهي صديقه واخت غاليه عليا. سؤالنا الجميل للشيخه فاطمه، لازم نستفاد بالثقافه بتاعتها لانها عندها ثقافة في جميع المجالات. السؤال الأول للشيخة فاطمة، إيه هو دور الثقافة في تقريب الشعوب العربية وإزاي نقدر نخرج من المحتوى التافه اللي موجود بالسوشيال ميديا؟ أول حاجة، الثقافة شيء مهم في حياتنا اليومية. فالثقافة انعدمت في الوطن العربي بسبب هجر الكتاب. كان زمان الكتاب جميل، كنا ندخل على البيوت في مصر الحبيبة، بيوت بسيطة، ألاقي الرف وألاقي عليه كم كتاب جميل، كتاب يحتوي عن التاريخ، كتاب يحتوي عن الدين، كتاب يحتوي عن القصص الجميلة. يعني كنا نسعد لما نجي أقعد على الكتاب وأقرأ في الكتاب وأخذ بقصة مما ينمي ذكاء الشخص في الثقافة، في المخاطبة، في الأسلوب، في الأدب والاحترام. إحنا من يوم ما هجرنا الكتاب صار الوطن العربي كله في الباي. سفيرة الفن والسلام بين الشعوب العربية الفنانة الكبيرة أسرار الجمال، إزاي الفن ممكن يخرج المجتمع والشباب من حالة التعفن الفكري اللي موجودة على الساحة في ظل انتشار السوشيال ميديا؟ مايك محمود. والله يا محمود، انت عارف الفن هو اصبح الصوره اللي هي بتنقل كل ما يحدث في المجتمع. المفروض الفن هو رساله المجتمع اللي هو اي دوله عايز تعرفها من خلال فنونها. احنا اصبحنا يعني عندنا حاله في السوشيال ميديا وفي الناس اللي طلعت ما نعرفش طلعت منين زي ما بيقولوا، يعني خاصه المهرجانات والافلام اللي هي فيها بلطجه دي بتحس على العنف وحاجات كتير، يعني القتل والعنف والمخدرات من خلال الافلام اللي ما كانتش في حياتنا الاول. كان الافلام اللي بنشوفها في قناه الكلاسيك او الحاجات القديمه كانت بتاثر تاثير ايجابي بقبض، يعني نجوم والافلام اللي فاتت يعني في الاوقات في السنوات الماضيه كلها اثرت تاثير ايجابي. لو اعمال وطنيه، اعمال عاطفيه كانت ممكن تخلي الاب مثلا لو في مشكله كان الافلام المصريه بتعالجها. لو حاجه وطنيه بتخليك تحب وطنك. الاغاني نفس الحكايه، الاغاني دلوقتي بتخليك يعني بتحرض على المخدرات، بتحضر يعني الشباب بقى مغيب. الشباب عندنا اصبح ما عندوش فكر ولا ثقافه من خلال الاعمال اللي بيشوفها. ده يعتبر في ضخ كمان السوشيال ميديا دي عليها عامل كبير جدا، يا اما تكون ضاره بالمجتمع يا اما تكون نافعه. احنا كشعوب عربيه بنبص المنطقه اللي بتضر الشباب، الحاجات اللي فيها يعني ما فيهاش فكر، فيها هيافه، فيها حاجات كتير. فحقيقي بجد نفسي ارجع تاني الوقت اللي فات. كنت ممكن فيلم الزمن الجميل، يعني مثلا فيلم زي طريق الى ايلات، شفت كان بيعبر عن الافلام الوطنيه، الافلام التاريخيه، المسلسلات اللي كانت بتعرض في رمضان وبرامج ثقافيه وعلميه. مفيش ده. كنت ممكن تتعلم الكتاب كان اصبح مهم في كل بيوتنا. اصبح الكتاب دلوقتي محطوط على الرف كانتيكه. الكتاب حتى كتاب الله العزيز القرآن الكريم، الناس في رمضان بس بتصلي، طب بقية الشهور ما حدش دلوقتي بيروح الجوامع، يطلق الجوامع او الكنائس زي ما بنشوفها. ممكن نرجع لبابا ونيس ومام ميسة فين؟ ايوه بابا، ايوه بابا، ايوه بابا، قليل الادب.
تاني ممكن، بس بشكل اللي احنا اتربينا عليهم، بس بشكل تاني ممكن يعني إزاي؟ الشباب بفكر مختلف شويه، بس نقدم لهم الحاجه اللي هي تليق بالمجتمع. يعني ممكن تجر الشباب برضه بالحاجات اللي بيحبها، بس في حدود الاحترام، في حدود الادب. ما انت بتشوف دلوقتي السوشيال ميديا والقنوات اللي هي دخيله علينا، ما دي حرب على اهدام الثقافه في الوطن العربي، على ضياع الشباب، وخاصه الشباب المصري، ان خير جنود الارض هم الجنود المصريين. فبيدمر لك الجندي المصري، الشباب اللي طالع جديد ولا عنده فكر ولا عنده ثقافه ولا عنده دين ولا عنده علم ولا عنده يعني ده اقل يعني اصبح كتير. لكن في شباب برضو ما شاء الله علماء، وفي شباب هم دول اللي ترمي عليهم السوشيال ميديا تبقى هم دول الهدف الاساسي الايجابي. يعني نرمي الضوء على او نلقي الضوء على الشباب المخترعين، الشباب الاطباء اللي شايفاهم ما شاء الله، الشباب اللي في الكوره وشايفاهم في كل الالعاب وفي الفن، يستحقوا ان انت ترمي يعني تبص عليهم الضوء. لكن بتخفي الناس اللي هي تستحق وتحرض لي وتبث لي الشيء الضار. طب مين المخطئ في الكلام دوت؟ يعني هل الاب والام هم السبب في انتشار التعفن الفكري اللي هو موجود على الساحه دلوقتي، ولا هي مين السبب وازاي نقدر نعالجها؟ المشكلة الأب والأم مفروض إنه ما يعطوش الولد الموبايل حتى يصل الجامعة في الفترة دي، ويفرض عليه القراءة للكتاب عشان الولد يتثقف ويقدر يتعلم وهو رايح مرحلة للجامعة. أنا شايف الشباب أغلبيتهم يروحوا للجامعة وهو ما يقدر حتى يعمل بحث، ليه؟ ما عندوش ثقافة نهائيا، لا تاريخيا ولا علميا ولا أدبيا. ما عرفش المسار ده ماشي لأين. أنا أتمنى من الدول العربية أن تقفل النت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 صباحا عشان نستقيم في الحياة ليس مستقيمة في الوطن العربي، نستخدمه استخدام خاطئ جدا. الأب والأم طيب لازم هم النواة الأولى اللي هم المراقبة على أولادهم، ما يعطوهم موبايلات. تاني حاجة لازم ياخذوا محاضرات الأولاد في المدرسة عن مدى أهمية الكتاب في حياة الإنسان. كنا زمان نروح المدرسة كان في مكتبة في المدرسة وكنا نسلف الكتب منها ونوقع نمضي ان احنا استلمنا الكتاب الفلاني، متى نخلصه؟ نروح نخلصه في الويك اند، اجازة الاسبوعية خلص الكتاب وارجعه. يعني كانت في منافسة، عشان كده طلعوا عندنا علماء ودكاترة متعلمين متفاهمين، فرضوا وجودهم على الأمة على الغرب كله كامل. الآن فين الشباب؟ رايح الشباب تايه ضايع نهائيا. فلا بد، والإعلام له دور كبير، فلا بد نرجع إلى ما كنا عليه. فاصبحت السوشيال ميديا حرب فعلا يعني الكترونيه على الامه العربيه على الوعي العربي. لكن الوعي الاوروبي هتلاقيهم زي ما الدكتوره قالت، الشيخه فاطمه قالت، ممكن التليفون من الساعه 6 بيتقفل في البيت، الاولاد بتخش. انا دخلت طبعا سافرت بره في اوروبا وشفت في بيوت كتيره جدا الطفل بيجي او الطالب او الابناء بيجوا من بره، عندهم على فكره اسر، عندهم اوقات للفطار، الغداء، العشاء، بتلاقيهم يتلموا كلهم على سفرة واحدة. اللي احنا مش نعمله هم بيعملوه، اخدوا الحسنات اللي كنا بنعمله زمان. التليفون ده او الموبايل ده والحاجات دي اللي بتخرب الدماغ، لان احنا شبابنا بيبص للمنطقة اللي هي مفقودة شوية عنده، عايز يبقى فري، عايز يبقى مش عارفة ايه، معلوش ضغط. فحاجات كتير شغلوه بحاجات بيبثوها. حتى هتلاقي فيه على السوشيال ميديا قنوات إباحية للأطفال الصغيرين بتمثلهم حاجات في قلب الحاجات الإباحية. الطفل بيتفرج على فيلم زي حاجه بسيطه للاطفال كرتون، تلاقيه بيقطعه بيجيب له حاجه في بعض الاحيان اباحيه للاطفال، فيلم كرتون. فدي حرب افلام كرتونيه كرتون. وبعض الاحيان كده بتلاقي الفيلم اتغير الى فيلم حاجه ثانيه. الاسره على فكره يا شيخه فاطمه بيتفاجئ، انا شفتهم بره، الاولاد اول ما يخشوا في تيبل بره موجود، كله بيحط موبايلاته وقت الغداء، في مذاكره، لكن ما فيش موبايل بيتمسك الا عشان المكالمات او حاجات تجيب حاجات مفيده من على الموبايل. ايه مقارنه بين بريطانيا والدول العربيه بالنسبه للقراءه وبالنسبه للثقافه؟ بالنسبه انا عشت وكنت ادرس
برايتون كوليج ولويس كوليج في مدينة اسمها برايتون. الصراحة الفرق بينه وبينهم كبير جدا. أنا كل ما أطلع القطار أو أطلع أسافر بلاقي كل الشعب مع كتاب وقاعد يقرا فيه، لغاية حتى كبار السن ل70 سنة 80 سنة. هنا بطلع في القطار ما الاقيش حد لا يقرا كتاب ولا أي حاجة أبدا، ألاقيهم بس يرغوا. يعني أنا رحت رحلة من القاهرة إلى أسوان ما فيش أبدا واحد جايب كتاب ويقرا فيه. يعني الكتاب لابد من ولا القرآن حتى أحد يقراه. القرآن قاعد عندنا في البيوت ديكور بس فقط، لا يقرأ، حرام، هجر كتاب الله، لابد من قراءته. بس هذا يرجع كمان للأب والأم، لازم يحطوا أولادهم على القراءة. لابد أول قراءة الكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول، الأحاديث، نحفظ أولادنا. وبعدين لابد من الكتب العلمية والكتب الثقافية والكتب القصص. يعني لازم الأولاد يتعلموا، وكده الوطن العربي ضائع جدا جدا، فيش ثقافة، قليل اللي انت بتلاقيه شايل كتاب ويقرا فيه. في ده من على الموبايل ولا البورتال. الجيل بتاعنا هو اللي عمل كده. لكن يعني هو الاب والام برضو، لان الاب مشغول والام مشغوله واعباء الحياه اقتصاديه، ممكن ضغطه كتير، فبيتركوا الابناء، فالابناء بيطلعوا كل واحد في توحد. اصبح ده على فكره انا حاسه ان هو ده، يعني زي بيقولوا هو ده الشر كله. على قد ما هو في خير، ما احنا ممكن نستعمله في الخير، بيوفر عليك حاجات كتير جدا. اي حاجه معلومه عايز تجيبها، لا الفنان ازاي ممكن يحافظ على رسالته ويقدم فن لو كل الجمهور. الفنان لو كل واحد فينا زي النجوم اللي شفناهم واصبحوا يعني رموز عظيمه بنحتذي بيها، او كلنا بنشوف الرموز دي بنقول يا سلام، كوكب الشرق، ام كلثوم، عبد الحليم، الموسيقار عبد الوهاب، الناس الكبار، النجم مش عماد حمدي، مش الناس النجوم الكبار دول تركوا رساله هامه للمجتمع. حقيقي تعبوا. سيد الشاشه العربيه فاتن حمامه، شاديه، كل النجوم اللي على الساحه قدموا. محمد صبحي اسطوره، بابا ونيس، وقدم رسائل جميله كتير. فالفنان عليه عمل كبير جدا. مش لازم تقدم لي افلام فيها عنف وتحرض الاولاد ولا تقلع لي هدومك وسلاح. هنلاقيها دي في المناطق العشوائيه والمناطق الشعبيه. بيعملوا ده. دي رساله. انت بيهمك ان انت تبقى نجم، تبقى نجم الناس دي، يهمك ان انت تعمل رصيد مادي، لكن مش على حساب. يعني هتتحاسب. الفنان هيتحاسب على كل، حتى الطرب، الغنى مش حرام ولا الحاجات دي، لكن الحرام ان انت تقدم شيء يضر المجتمع. صح. فدي كلها بتتقال. شعبان عبد الرحيم قدم رساله حلوه وطنيه على قد كده. والله شعبان عبد الرحيم كان على قد اللي هو الخط اللي هو كان بيديني كلمه. دي حقيقه. لكن الشباب دلوقتي اسمع حاجات غريبه، عزعرينه ومش عارفه دواخله وحاجات كده، بخش وناس تسمع وانت ماشي في الشارع حاجات خبط ورزع وشباب كلام اباحي واباحي جدا. يعني في المهرجانات كلام اباحي. ولا كمان على السوشيال ميديا بتلاقي مطربين ومطربات عشان الفلوس تجيب لك السوشيال ميديا وتدفع مبالغ يوميا عشان تعمل لك سبوت على مناطق خاصه مثلا في الجسم. لا انا مش عايزه اشوف جسمك ولا تشوف جسمك، انا يهمني الفكر اللي انت بتقدميه للشباب. انت كده بتحرضي الشباب على الرذيله، انت كده بتعملي حاجات حرام. يعني الواحد ربنا هيحاسبه على كل كلمه. لو انت فنان، الفنان يعني انا كفنانه عملت ملتقى مصري فيه الخير الدولي للفنون، يعني شيء يخص المجتمع والقوة الناعمة. عندي ملتقى مصر الدولي للفنون في كل الدولي للفنون. انا طبعا كمان في الرابطه الدوليه للمراه العربيه، انا طبعا بخص السلام، انا سفيره للفن والسلام بين الشعوب. اطلقوا علي الحمامه البيضاء التي تربط بين الشعوب. بس الفرص يعني الحمد لله، يعني الواحد عمل حاجات كتير، لكن اتمنى ان تكون اعماله توصل اكتر للنور، اعماله الغنائيه اللي فيها هدف. عملت لسه الاحلام كتير، لسه قادرين نطير، والعمر في اوله ومفيش شيء مستحيل، طريقنا لو طويل بالحب نكمله، احلامنا لو جريئة يعني مدام بريئة، والحلم ماهوش جنود، نخلق من الحزن ضحكة، نحفر في الصخر سكة علشان نقدر نكون. اللقاءات الجايه بقى هتكون ممتعه اكتر لانها هتكون معانا، هتشوفونا في اماكن ثانيه. الشيخه فاطمه وسفيره الفن والسلام، وهننزل الشارع وهنظبط الدنيا، وان شاء الله حاجات هتعجبكم وانتظرونا. السلام عليكم.